عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة ابن النعمان. أهلا ومرحبا بحضراتكم. الوسط الرياضي مشتعل، أظن كله عرف وكله سمع وكله شاف حكاية حسين الشحات مع الشيني اللاعب المغربي. الصحف المغربية على صفيح ساخن. الصحف المغربية شنت هجوم غير عادي على اللاعب النادي الأهلي اللاعب المصري حسين الشحات. عمل أو قام بسلوك غير رياضي، وهي صفعة على وجه اللاعب الشيمي لاعب نادي بيراميدز. تعال نشوف ايه اللي حصل ونشوف ايه الحكايات في الفيديو. تعال نشوف. في مباراة قامت أمس بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، اللي فاز فيها نادي بيراميدز 3-0، وهي الهزيمة الأولى للنادي الأهلي، وبالتالي تم شد أعصاب كل لاعيبة النادي الأهلي. إيه اللي حصل بعد المباراة؟ خلصت 3-0 تمام، اللاعيبة تمام، كله تمام، كله شاف المشهد وكله شاف الفيديو، ومش عايز أكرر كلام الناس التانية. قام حسين الشحات راح للشيمي وشده من هنا كده ولطشه بالقلم. ايه اللي دار وايه اللي حصل؟ وطبعا ظهر شتيمة حسين الشحات اكتر من فيديو، وبعد كده بعد شويه فوجئنا بقيام حسين الشحات او بعد بيان النادي الاهلي او الكابتن سيد حفيظ باصدار عقوبه ماليه كبيره. في ناس قالت 200,000 وفي ناس قالت 1,000,000، بس لما تاكدنا كانت 200,000 جنيه. بعد كده راح اعتذر للاعب. طيب ايه اللي حصل وايه الدنيا؟ وكان معاهم في غرفة اللبس، يعني ما تضربنيش في حارة وتصالحني في زواق. تعال نشوف الصحف المغربية قالت ايه. الصحف المغربية قالت ان ده تصرف غير رياضي وتصرف يعني مسيء جدا للاعب المغربي. ازاي النادي الاهلي يتكلم على القيم والمبادئ وازاي اللعيبه بتاعته بتحصل كده. الشيمي نزل بيان قال لك ان انا في مباراه السوبر السابقه اتشتمت واتهنت واتزقيت، والمره دي اتشتمت واتضربت. الموضوع مش هيعدي بالكرام. وكيل اللاعب الشيمي تواصل مع السفاره المغربيه بالقاهره وصمم اللاعب بتقديم بلاغ للنيابه العامه استنادا الى الفيديوهات. النيابه هتقول ايه؟ طب هي ايه الواقعه؟ ايه القضيه؟ القضيه لو رفع فعلا الشيمي ستكون جنحه طبقا للقانون المصري اللي عقوبتها لا تقل عن يوم ولا تزيد عن 3 سنوات. طيب ايه اللي هيتم وايه اللي تم؟ بالفعل تم النهارده محامي اللاعب بالتوجه للسفاره والترتيب لذلك. اللاعب المغربي قال مش كل شويه هنضرب، مش كل شويه هتهان، ده هددوني ان انا قبل الماتش لو لعبت هنكسروا رجلك. طيب هل حسين الشحات برر ازاي موقفه؟ حسين الشحات قال ان اللاعب استفزني وسبني وكده. طيب نشوفوا حسين الشحات كان لاعب احتياطي في المباراه، نزل في الدقيقه 71 من عمر المباراه، والشيمي اتصاب في الدقيقه 73 وكان بيلعب في جبهه، والشيمي كان بيلعب في جبهه ثانيه خالص. طيب هل يكون في احتكاك؟ الشيمي طلع بره، ولكن بعد الماتش والنهايه حصل هذا الموقف. طيب ايه لجنه الانضباط وايه الاتحاد وايه رابطه الانديه؟ رابطه الانديه اصدرت عقوبه. العقوبه بتقول ايه؟ بتقول ايقاف مباراتين وغرامه 20,000 جنيه. طبعا في لعيبه كتير في الدوري المصري من ضمنهم لعيبه الزمالك بيقول لك لا ازاي يعني الصفعه بالقلم. قال لك ان رابطه الانديه قال لك ايه؟ قالت الاتحاد قال ان في تقرير الحكم، وكان دي مفاجاه كبيره، ان الحكم قال ان حسين الشحات بعد المباراه عمل تصرف غير اخلاقي بدون التطرف الى عمليه الصفعه والضرب بالقلم. طيب دي كانت احداث وده كان ملخص للي دار بعد المباراه على اللاعب المصري. الهدوء. حسين الشحات لاعب كبير ومميز، ولكن
ما كانش يصح ابدا 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 هذا التصرف. بعد ما يعني بعد ما انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي، راح حسين الشحات في خلع الملابس والصالح، ومعلش وتأسف للراجل، ولكن كان لإدارة بيراميدز والنادي الأهلي رأي آخر. إدارة بيراميدز قال أنا مش هسيب حق اللاعب أبدا، مش هنسيبه حق اللاعب وهيتقدم بشكوى، رغم إن هو المفروض شكوى بيراميدز هتكون كالعدم، لأن أصدر عقوبة بالفعل النهارده بإيقاف مباراتين و غرامة 20,000 جنيه. على فكرة كابتن محمود الخطيب كلم كابتن سيد عبد الخطيب في بكرة الساعة 3 اجتماع طارئ لفحص وبحث العديد من الملفات، وهنشوف بكرة الدنيا فيها ايه. والسلام بعد الختام.